دعني أشرك معي في الحوار أيضا السيد ياسر الفوال الصحفي من دوما. مرحبا بك سيد ياسر. قبل قليل كان معنا مراسلنا وأشار إلى أن موقع المقبرة الجماعية هو على الطريق الذي كانت قوات النظام البائد تسمح للمدنيين من خلاله بالخروج من المناطق المحاصرة في الغوطة وفي دوما. إلى أي حد يمكن يعني من المعلوم أنه من المبكر معرفة لمن تعود هذه الرفات، لكن إلى أي حد ربما تكون هذه رفات هؤلاء الأشخاص تعود لأهالي دوما؟ تحياتي لك ولكل متابعين القناة الأخبارية. المقابر الجماعية كانت ديدا النظام. تسمعني؟ أسمعك سيد ياسر، تفضل. المقابر الجماعية السرية كانت ديدا النظام، وتلك الكارثة كانت موجودة في كل مراحل الحصار على الغوطة الشرقية. الأغلب أن المجزرة التي نتكلم عنها اليوم 20 شخصا من الأطفال والنساء، تلك الواقعة التي تهز الضمير الإنساني، هم من أهالي حوش الظواهرة وحوش الفارة. في عام 2016 شهدت المنطقة قصفا كبيرا بالطيران المروحي بالهاون بالمدفعية من حواجز نقطة الكيمياء، تلك القطعة العسكرية المجرمة التي قصفت الغوطة الشرقية. الأغلب عند نزوح الأهالي من تلك المناطق شهدت يعني حالات قتل واعتقال تعسفي بحق الأطفال والنساء من مناطق حوش الفارة وحوش الظواهرة. تلك المناطق شهدت إما قصفا أو حصارا أو تجميعا، مما أجبر الأهالي إلى النزوح إلى مناطق الاشتباك، لكن النظام كان من عوائده الكذب وإيهام الناس أنه سيمنحهم المواد الغذائية، سيكون هناك أمان، لكن كان تلك الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة بكثافة حول الغوطة الشرقية مصيدة للأهالي، خصوصا حاجز مخيم الوافدين. حاجز منطقة الكيمياء لم يكن حاجزا رسميا، لكن الأهالي لعدم قدرتهم أيام تلك. ما معنى لم يكن حاجزا رسميا سيد ياسر؟ ما معنى لم يكن؟ هل هناك حاجز رسمي وحاجز غير رسمي؟ نعم، هناك حواجز كحاجز مخيم الوافدين والمليحة كانت تدخل منه معونات إنسانية من الأمم المتحدة بين فترة وأخرى لا تكفي الأهالي. لكن الحواجز غير الرسمية هي حواجز أنشأها النظام لحماية قطعه العسكرية من هجوم الثوار، وأيضا لقصف مناطق الغوطة الشرقية. تلك الحواجز كانت لا يوجد بها أي يعني مراقبة أممية ولا يوجد أي اطلاع، كانت حواجز مجهولة، كانت تقود الحملات العسكرية اتجاه مناطق الغوطة الشرقية، وخصوصا المنطقة المحيطة بمدينة دوما من حوش الظواهر وحوش الفارة. تلك الحواجز في الكيمياء دخلها عناصر إيرانية، عناصر عراقية وغيرها من الفصائل التي جاءت لقتل الشعب السوري. تلك الفصائل المجرمة كانت تتواجد على تلك الحواجز، واتخذت الأطفال والنساء وسيلة للتسلية بالجوع بالقصف بالحصار. فتلك الحواجز هرب الأهالي منها حول الخروج مباشرة، منهم من أطلق النار عليهم مباشرة، منهم من قتل، منهم من عذب، منهم من نقل إلى الأفرع الأمنية، ومنهم من نقل إلى مراكز يعني الإيواء. فالأغلب أن من هرب من القصف في حوش الظواهرة وحوش الفارة خرج إلى الحواجز غير الرسمية التي لم يكن يدخل منها لا غذاء لا دواء ولا حتى قوافل الأمم المتحدة. طيب، يعني في هذه النقطة ذكرت حضرتك يعني قضية مهمة، وهي قضية الحواجز غير الرسمية، لكن أريد منك سيد ياسر أن تضعنا بصورة ما هو الحاجز، ما تعريف الحاجز؟ هل هو عبارة عن مجموعة 4-5 عناصر موجودين على الطريق، أم هناك آليات عسكرية وأشبه بنقطة عسكرية متكاملة؟ كيف كان شكل هذه الحواجز في تلك الفترة؟ نعم، في عام 2012 تحررت الغوطة الشرقية. بعدها استخدم النظام أسلوب القصف العشوائي، القصف بالطيران الحربي لمحاولة اقتحام بلدات الغوطة الشرقية، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، فاستخدم أسلوب الحصار والابتزاز. الحواجز كانت تستخدم الابتزاز المالي للإسماح بمرور المواد أو الأشخاص، إذا كانت تطالب مبالغ ضخمة مقابل السماح بالخروج أو إدخال الطعام. كان هناك تجار دم
كالمنفوش يعني ضباط النظام وغيرهم يدخلون الطعام مقابل شراكه مع الضباط. المدنيين حاولوا الفرار من القصف ومن الجوع، وكانوا يجبرون على المرور من تلك الحواجز، مما عرضهم يعني للقتل والاعتقال وغيرها من اساليب يعني لن نذكرها. فالنظام اتخذ الحواجز الرسميه وسيله للابتزاز المالي، والحواجز غير الرسميه وسيله للتسليه. يعني اقولها صراحه، وسيله للتسليه، للقتل، للتعذيب، يعني جرائم نكراء يعني تهز الضمير. يعني خلفيات الجريمه معروفه، يعني عشرات التقارير والمجازر التي يعني صدرت من الغوطه الشرقيه التي كانت يعني بالاصل تقصف بشتى انواع الاسلحه، ويعني ليست يعني المجزره الوحيده. يعني قبل فتره ظهرت مجزره الباديه الشاميه، باديه قمير، عدد كبير من المجازر من حواجز النظام موجوده. يعني مثلا في مقبره ظهرت في طريق ضمير قبل فتره ونقلت الرفات. بحيره عتيبه يعني اكتشفت عشرات الجثث للشهداء في المنطقه. لكن المميز يعني والغريب يعني الصعب في مجزره اليوم يعني هو موضوع انهم عراة. يعني عمليه القتل يعني لا نعرف خلفيتها طبيعتها، لكن يعني تدل ان الحواجز كانت يعني تستخدم اساليب سيئه، ويعني تستخدم الابتزاز وتستخدم يعني اسلوب النظام المعروف في تلك المجزره. طيب سيد ياسر، هذه المقابر الجماعيه التي ذكرتها هل هي كلها كانت بالقرب من حواجز عسكريه؟ ليس شرطا. يعني عندما يعلم النظام ان هناك اي منفذ للمدنيين للخروج كان يستهدف يقتل المدنيين، اما استهدافا بالقتل او ترغيبا. يعني الحاجز حاجز الكيمياء ولم يكن حاجز رسمي كما ذكرت لكم، هو كان عباره عن حاجز، عباره عن عده دبابات، عده حواجز كانت للقتال وصد الثوار او الهجوم على الغوطه او قصفها. فكان يعني يحاول التواصل مع الرعاة او رعاة الابل او رعاة الاغنام او مع الاهالي المتواجدين على اطرافها للخروج، ويحاول ان يخلق شرخ في جبهه يعني جبهه الثوار. عندما خلق الشرخ كان يحاول حتى عبر المدنيين استخدامهم كدروع بشريه للدخول الى مناطق الثوار في مناطق اطراف دوما والغوطه الشرقيه. عبر تلك المحاولات كان يستخدم المدنيين يعني اسلوب قذر للنظام مجرم لم يتوانى عن استخدام ابشع الاساليب للتنكيل بالمدنيين المحاصرين الذين يعدهم عدو بكل الاحوال. نعم. طيب سيد ياسر، اعود اليك. واشرت قبل قليل الى نقطه وهي نقطه مشاركه عناصر اجنبيه في هذه الحواجز وفي هذه الجرائم. ما هي المعلومات المتوفره لديك؟ هل هناك شهادات معينة ربما استمعت إليها من خلال عملك الصحفي عن مشاركة هذه العناصر الأجنبية في هذه المجازر؟ نعم. هلا تحدث الضيف الكريم معك أن هناك كان خروج من المعتقلين شهداء من المعتقلات ودفنهم في تلك المقابر. نعم، أنا أحد المعتقلين كنت في فرع الخطيب وكنا نشاهد عشرات الحالات. لكن الفكرة العامة أن المجزرة الموجودة في منطقة الكيمياء صحيح قريبة من سجن عذرا، لكن سجن عذرا كان هناك منطقة اسمها العاطلة مقابل مشفى ابن سينا. هناك اكتشفنا عدة مجازر، كذلك قاموا خصوصا رجال وشباب ونساء وأطفال، واختفى الكثيرين هناك. موضوع حاجز الكيمياء يعني الاغلب انهم اهالي حوش الدوار وحوش الفاره، هم الاقرب المنطقه شهدت قصف شديد، وهناك شهود ان من الاهالي ممن نزح باتجاه بغداد الغوطه وممن نزح باتجاه حواجز النظام. ايام تلك المجزره في العام 2016 كان نزوح من اطفال ونساء باتجاه حواجز الكيمياء ومنطقه طل الصوان. فالاغلب ان العناصر الاجنبيه، العناصر العراقيه الايرانيه كانت متواجده هناك، كانت تنادي بقتل الاهالي، كانت تتطرق بقتلهم بارتكاب المجازر، وكان النظام يضعهم معه ويعني يشاركون في كل شيء وحتى في التسليه والقتل والاعتقال التعسف في
ويعني الكثيرين لم يعرف مصيرهم بسبب وجود تلك العناصر الخارجة عن القوانين، عن الطبيعة البشرية، عن الطبيعة الإنسانية، من الميليشيات المتعددة الأسماء من عراقية وإيرانية ولبنانية، يعني شنعت وقتلت في اهالي الغوطه وقربهم من طلع الصوان بحجه وجود المقامات والاكاذيب التي كانوا يروجونها، فكانت بابا لقتل المدنيين في تلك المنطقه. طيب أعود إليك سيد ياسر، يعني قدمت لنا حقيقة مجموعة من الشهادات حول ما جرى في منطقة دوما وحول ذلك الحاجز العسكري بالقرب من فوج الكيمياء. يعني لو تضعنا أيضا بتفاصيل، هل هناك مناطق أخرى في الغوطة الشرقية كانت تتعرض لمواقف مشابهة؟ كان المدنيون فيها يتعرضون لعمليات خطف، عمليات قتل على الحواجز العسكرية؟ نعم، بكل تأكيد حواجز النظام في كل سوريا مجرمة، لكن بالنسبة لمنطقة الغوطة الشرقية مخيم الوافدين كان ينكل بالأهالي. حاجز المليحة، حاجز علي الوحش في جنوب دمشق كان ينكل المدنيين. بالنسبة للغوطة الشرقية حاجز المخابرات الجوية في حرستا كان يجبر المعتقلين على حفر الخنادق ويقتلهم ويدفنهم في المنطقة. لكن أريد أن أعرج على نقطة صغيرة، يعني موضوع الإخفاء القسري والاعتقال. يعني نحن مدينة دوما خصوصا هناك أكثر من 30,000 شهيد، وهناك أكثر من 5,000 معتقل مختفي قسريا لا يعلم الأهالي مكانهم. يعني بالذات السياق، يعني عائلات الضحايا يطالبون دائما بمساءلة ضباط النظام، يطالبون بالعدالة. هناك أيضا ناس متورطون، إلى الآن هناك تأخير. يعني نحن مع الحكومة نعرف أن الحاجة كبيرة، لكن سنتكلم بكل شفافية. نحن خارجون على قناة الأخبارية نتكلم بشفافية. هناك تأخر في غياب يعني المحاسبة لحلول النظام مما ساهموا وعليهم دلائل في القتل والتعذيب. قوانين النظام التعسفية، النظام أصدر تشريعات كثيرة ضد من قتل تحت التعذيب، صدرت أملاكه. المهجرين الذين منهم من استشهد ومنهم من خرج إلى المنفى، أصدرت تعليمات كثيرة وقوانين كثيرة. إلى الآن يعني تلك القوانين يعاني منها الأهالي، قوانين الإرهاب، قوانين محكمة الجنايات، كلها قوانين كبلت الثوار، كبلت السوريين. إلى الآن لا يتم حتى الآن حلها. الأهالي يستذكرون الماضي. طيب سيد ياسر، بعض هذه القوانين تحتاج إلى وجود مجلس شعب لتعديلها، يعني ربما هي نوع من، دعنا نقول يعني العمل التشريعي الخاص بمجلس الشعب الذي هو مطلع فيها. لكن أيضا محافظة دمشق كانت علقت العمل بالقانون 66 قبل يوم أو يومين. هناك عمل، لكن العمل يسير ببطء، وذلك ربما للحاجة الكبيرة الموجودة في سوريا. أستاذي الكريم، عندما خرجنا من الغوطة الشرقية كانت هناك كان هناك حكم مؤقت، حكم داخلي لثوار الغوطة الشرقية. كان هناك بيوع، كان هناك قوانين، عدة قضايا. النظام رماها كلها ولم يعترف على أي قضية، ورغم عدالة القضية، رغم عدالة القوانين التي سنت في فترة تحرير الغوطة الشرقية. فكيف بقوانين أصدرت ضد الثوار، قوانين إرهابية ضد الأهالي، ضد أهالي الشهداء؟ هناك تأخر كبير. يجب أن يكون هناك لجان كبيرة لمساعدة الأهالي الذين قتل أطفالهم ونسائهم تحت التعذيب. يجب أن يكون هناك مساعدة، يجب أن يكون هناك مساعدات ولجان لمساعدة الأهالي الذين قتل أطفالهم ونسائهم تحت التعذيب أو في المقابر الجماعية أو في السجون. يعني أنا أنقل وجع الناس. يجب أن نكون مرآة لما يحدث ولما يتكلم به الناس. أشكر الصحفي من دوما السيد ياسر الفوال. شكرا لك سيد ياسر.